الحقيقة النهاردة الأهلي قدام أورلاندو بايرتس ما قدمش أي شيء يستحق عليه الفوز، ويمكن حتى ما يستحقش عليه التعادل كمان. الفريق بدون روح وبدون بناء لعب وبدون شكل منظم لا دفاعيا ولا هجوميا. كان الاهلي بيلعب بعشوائيه مطلقه، وكاننا بنلعب في ماتش ودي مش مباراه هتحدد انت متصدر المجموعه ولا في المركز الثاني، وده يترتب عليه انت هتلاعب مين من الانديه المتاهله من المجموعات الثانيه. واكيد الصداره بتضمن ليك منافسه افضل ومنافس اقل قوه من انك تلاعب منافس تصدر مجموعته. طبعا الاهلي في السنين اللي فاتت كان بيطلع في المركز الثاني وبيكسب البطوله الحمد لله، بس مش معنى كده ان احنا لازم كل مره نطلع الثاني يعني. فالمفروض النهارده المباراه على ارضك ووسط جمهورك، وانت عندك عدد لا باس به من الجمهور، انك تحاول تكسب علشان تصعد في المركز الاول وتصدر المجموعه، وعلشان تكسب عشان خاطر الجمهور اللي حضر ده. يعني فكره ان انت تخسر النهارده على ملعبك ووسط جمهورك بالشكل ده وبالاداء ده شيء غير مقبول اطلاقا. يعني لا مقبول في فكره المنافسه، ولا مقبول حتى منطقيا. ليه الجمهور يجي يتفرج على ماتش سيء بالشكل ده ويروح متضايق ان فرقته اللي جه يشجعها في البرد والجو الصعب ده تخسر 2-1 على ارضها بالاداء السيء ده؟ عمر الساعي كان نجم الشوط الاول بدون اي منازع وبدون منافسه. عمر الساعي احرج مارسيل كولر بشكل كبير جدا بالاداء اللي قدمه في الشوط الاول، وده يخلينا نقول ان عمر الساعي لما يكون نجم الاهلي في مشاركته الاساسيه الاولى، ده يخلينا نقول ان مارسيل كولر كان مقصر في حق عمر الساعي بنسبه 100% الفتره اللي فاتت. مارسيل كولر يسأل عن عدم استخدام عمر الساعي الفترة اللي فاتت في عز ما كان الأهلي محتاج لعيبة، لأن زي ما احنا شايفين كده مستوى أغلب لعيبة الأهلي متراجع بشكل غريب. اعتقد ان اللي بيحصل مع عمر الساعي بيحصل كمان مع كريم الدبيس. كريم الدبيس في اي مباراه بيشارك فيها خلال الفتره الاخيره بيسيب بصمته من لحظه اصابه يحيى عطيه الله، ومع ذلك بنلاقي كريم الدبيس ما بيلعبش بشكل اساسي وما بياخدش فرصته الكامله. انا ما اعرفش مارسيل كولر بيفكر ازاي، يعني ايه هدفه من الموضوع ده، وخصوصا ان الفرقه فاضيه. يعني هل هو بيحب يحرج مجلس الاداره، هو بيعند مع اللعيبه، ولا هو عايز يحط الجمهور تحت الضغط، ولا هو عايز يعمل ايه؟ انا ما اعرفش. يعني يا ريت اللي عنده تفسير اللي بيعمله مارسيل كولر ده يجاوبني، لان انا بصراحه بقعد افكر ومش لاقي له تفسير منطقي. خالد عبد الفتاح محتاج يرتاح شويه، يعني بصراحه كده. لاعب ثغره دفاعيا، ما بيقدمش الاضافه الهجوميه، ما فيش تفاهم بينه وبين اللعيبه اللي جنبه. يعني كل لما خالد عبد الفتاح يلعب جنب ياسر ابراهيم بنلاقي كارثه. الكارثه اللي ربنا سترها معانا في ماتش استاد ابيجان، الجون اللي دخل فينا، وكذلك النهارده برضو كان مشارك في الهدف اللي دخل فينا بعد الخطأ اللي عمله رامي ربيعة في تشتيت الكرة اللي يعني قلشها بشكل غريب جدا. بس يا جماعة خالد عبد الفتاح فعلا محتاج يقعد، لأن التفاهم بينه وبين ياسر إبراهيم وبين رامي ربيعة قليل قوي. غير ان هو لا بيقدم الاضافه الهجوميه ولا بيقدر يقدم الاضافه الدفاعيه، فاحنا كده يعني صباح الفل، احنا كده ناقصين يا كابتن. احنا بنلعب ناقصين يا كابتن خالد. فمع احترامي لحضرتك ارتاح شويه، ركز شويه، عشان لما ربنا يكرمك ان شاء الله وترجع تلعب تاني قدم اداء افضل من كده. نفس الكلام بالنسبه لي مع كريم نيدفيد. يعني انا لو قريب كريم نيدفيد مش هلعبه، مع احترامي ليه يعني. هدور له على عقد في نادي تاني وربنا يوفقه. انما هو في الاهلي يا جماعه الراجل لا يرتقي لمستوى الاهلي، مع ان شوف الفرقه كلها واقعه ازاي، الراجل ما بيقدمش اي شيء. يعني كريم نيدفيد لا يقدم اي شيء على ارض الملعب علشان انا اعتمد عليه على حساب عمر الساعي اللي انا كنت بقعده وبنزله في الدقيقه 90 91 وبخليه ما بيلحقش يلمس الكره مره. طيب هل كريم نيدفيد بيقدم اي شيء؟ لو انت شايف ان كريم نيدفيد بيعمل حاجه في الملعب قول لي عليها، لان انا الحقيقه يعني لما بتفرج على كريم نيدفيد في وجوده في الملعب انا بحس ان ده راجل طيب جدا، مؤدب ومحترم وكل حاجه، ما عنديش اي مشكله عليه، شخص محترم وهو جميل. بس كلاعب كره قدم في النادي الاهلي، في النادي اللي بشجعه، انا عايز لعيب مختلف عن البروفايل بتاع كريم نيدفيد. لا بيقدم الكره اللي انا عايزها، ولا بيلتحم الالتحامات اللي انا عايزها، ولا بيقدم المستوى البدني اللي انا عايزه. طب وبعدين يا جماعه؟ ما هي لو بالاخلاق انا العب. يعني لو سالته عليا بيقولوا اخلاقي كويسه، والله لو هي بالاخلاق العب انا كمان. العب، نزلوني هلعب والله، وهبقى مؤدب ومحترم، واللي هوقعه هعتذر له، ولما هغلط هعتذر لزمايلي لو هي بالشكل ده يعني. الوقت عمال يعدي ومش شايفين اي صفقات بيعملها مجلس اداره الاهلي لحد دلوقتي. هل انتوا شايفين يا مجلس الاداره ان دي قايمه الاهلي ممكن يكسب بيها الدوري او دوري ابطال افريقيا؟ يعني من غير حلفان، دي قايمه يا جماعه لا تنافس على اي بطوله. انت النهارده ما عندكش اجنحه رسميا بقى.
غير ان انت شلت امام عاشور من وسط الملعب وبقيت تلعبه جناح، والراجل كتر خيره موهوب وممتاز ويقدم اللي عليه وزياده، بس انت ما عندكش اجنحه. يعني حسين الشحات مستواه متراجع وبتقعده بره، وامام عاشور اللي شايلك، طب وهيشيلك لحد امتى يا امام؟ قبل ماتش اورلاندو بايرتس اخر 6 اهداف سجلهم الاهلي كان سجلهم امام عاشور. امام عاشور لو مش في مستواه الاهلي في مشكله. وسام بيحاول بس ما بيجيلوش التمويل الكافي، يعني ما نقدرش نقول ان وسام ابو علي بيضيع اهداف محققه مثلا عشان نلومه. الراجل كمهاجم بيضغط طول الماتش، بنشوفه بيروح يضغط يمين وشمال، بس هل في كور مرتاحه بتجيله عشان يخلصها؟ لا. طيب هل هنفضل بالشكل ده؟ انا عايز اقول لكم ان القايمه دي لو فضلت بالشكل ده لحد كاس العالم للانديه لا قدر الله، يعني احنا حتى الاداء المشرف والهزيمه المشرفه مش هنعملها. انتر ميامي عمال يجيب صفقات، بورتو فريق تقيل جدا، بالميراس هيجيب صفقات وهتلاقيه بيجيب صفقات وفرقته كويسه جدا، فانت هتروح تلاقي نفسك بتغلب ال3 ماتشات بشكل وحش. يعني حتى الشكل الحلو اللي احنا بنتكلم عليه مش هنلاقيه. وبعدين لما بقعد اقارن الاهلي بالمواسم اللي بتجيب فيها صفقات، لا الشغل كان مختلف عن كده تماما. فين يا جماعه تيم السكاوتنج؟ فين يا جماعه اللعيبه اللي الاهلي بيفاوضها؟ يعني عرفونا، قولوا لنا والله بنفوض فلان ولا ما بنفوضش فلان. انا خايف تكون مخبيين لي حاجه، انا خايف تكون مخبيين لي عم حارس يلعب في مركز الجناح في كاس العالم للانديه، تبقى كارثه. الراجل مش حمل الكلام ده ومش حمل البهدله دي، ولا احنا حمل البهدله دي، ولا احنا حمل ان احنا نلعب بالقائمه دي في كاس العالم للانديه، ولا احنا في حمل ان احنا يعني نكمل الدوري ودوري ابطال افريقيا بالقائمه دي. يا جماعه مش ممكن الاهلي اسمه وامكانياته ما يبقاش عارف يخلص جناحين يشيلوا الفرقه شويه، ما يبقاش عارف يخلص صفقه تفرق معاه. يعني احنا بنعاني ايام معاناه زي ما بيقولوا، فعلا احنا بنعاني يا كابتن. يعني ارجوكم اسمعونا يا جماعه، مش كده.